اهلا بيك يا غالي في الجزء الثاني من اسوأ موبايلات موجودة في السوق ولازم تبعد عنها. الجزء الاول هسيبهولك في الوصف لو حابب تشوفه. بس اولا شكرا جدا ليكم على الدعم في الحلقة اللي فاتت. يا جدعان انا ما كنتش متخيل كل الدعم ده على الفيديو بصراحة. الفيديو خلال 20 ساعة بس تخطى ال 600 مشاهدة، وخلال 3 ايام تخطى ال 3500 مشاهدة، اللي هو تقريبا بمعدل كل يوم 1000 مشاهدة مثلا. فشكرا جدا ليكم على الدعم الرهيب ده، وشكرا على كل التعليقات الجميلة دي. بجد بتبسط بالتعليقات دي جدا، فيا ريت ما تحرموناش منها. دعمك يعني ليا الكثير عزيزي المشاهد. وكمان خلاص مش باقي لنا كتير على 1000 مشترك، احنا مش باقي لنا حاجة اصلا. دوس لايك، ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك في فيديو جديد يا غالي. فيديو النهارده استكمالا للفيديو اللي فات، هقول لك عن الموبايلات اللي ما تستحقش سعرها في السوق واللي نازله عشان تقدم قيمه مقابل ضحك، وفي نفس الوقت هرشح لك البدائل الافضل في كل فئه سعريه من اول 20000 جنيه لحد 50000 جنيه. وبالمناسبه برضه هقول السعر بالدولار بناء على طلب الاستاذ احمد. ممكن تروح للدقيقه دي علشان هرغي في شويه كلام مهم. للاسف الفيديو اللي فات بعد ما نزلته على طول اتفاجئت بان في كذا موبايل اسعارهم زادت، في كذا موبايل سعره زاد وطلع بره الفئه بتاعته، وفي بعضهم ما كانش موجود في السوق. فبعتذر جدا منكم، هو الغلط مش مني ولكن من السوق اللي كل شويه بسعر. وبعتذر عن الموسيقى في الفيديو اللي فات، الموسيقى كانت عماله تعلى وتوطى طول الفيديو، دي غلطه مني انا في المونتاج. وبالنسبه لكل الناس اللي سالوني عن موبايلات سامسونج في الفيديو اللي فات، يا جماعه موبايلات سامسونج وابل وجوجل بيكسل مقاطعه، وانا مش بتكلم عنهم في القناه هنا. وممكن تشوف فيديو مراجعه الاي 36 هسيبهولك في علامه الاي اللي فوق او هتلاقيه في الوصف عشان تفهم الموضوع بالنسبه لسامسونج. وبالنسبه للناس اللي بتستغرب لما بقول عن موبايل بيهنج وهو لسه في علبته، عايزك تشوف تجربه الاخت الكريمه لما راحت تشتري تكنو كامون 30. كان بيهنج معاها وهي لسه بتطلع من العلبه، اللي هو احنا لسه بنقول بسم الله. ويا ريتها جت على التهنيج ده، في برامج ما كانتش بتفتح معاها، اللي هو ده لو موبايل بقاله شهر استخدام ما يعملش كده اصلا. وانا عايز اقول لك الموبايل ده شايل معالج جي 99، فانت متخيل؟ طيب هل ده معناه ان كل موبايلات شركه تكنو زي الموبايل ده؟ اكيد لا، وجايز تكون النسخه اللي هي جربتها كان فيها عيب تصنيع، الله اعلم برضه. وشكرا للاستاذ ياسر المحترم اللي بيذكرنا بالمقاطعه. احنا مش مقاطعين يا جماعه، احنا استغنينا من زمان. ولاحظت ان في ناس كتير بتسال عن الموبايلات اللي بسوفت وير صيني، فلو حابين نعمل فيديو ترشيحات للموبايلات اللي بالسوفت وير الصيني او الموبايلات اللي هي نسخه الصين، اكتبوا لي في التعليقات. ونيجي بقى للموبايلات اللي اسعارها زادت في الفيديو اللي فات، وهم النوت 14 والنوت 15 4G والنوت 15 5G وانفينكس هوت 16 برو وانفينكس نوت 50 اس. بس ده سعره زاد 500 جنيه بس. انسب حاجه ممكن تعملها في الفئه دي انك تشتري مستعمل. حاول تستلقط موبايل مستعمل بسعر كويس، حتى لو نازل من سنه او سنتين مثلا، بس بشرط انه يكون مواصفاته حلوه وفعلا يستاهل. وممكن تسالني في التعليقات الاول لو حابب. او الحل التاني انك تصبر شويه لحد ما تحوش مبلغ اكبر وتشتري موبايل احسن. واي موبايل تحت ال 10000 جنيه من اللي قلت عليهم في الفيديو اللي فات لو ما لقيتهوش، روح مع الموتورولا جي 35 5G. المعالج بتاعه اغلبكم ممكن ما يعرفوش، بس هو نفس قوه الجي 99 والجي 100 والجي 200، بالاضافه لانه 5G. وسعره للنسخه 256 جيجا و8 رام ب 9500 جنيه، وده سعر كويس جدا. او ممكن تروح مع الريدمي 15 برضو بنفس السعر تقريبا، بس مساحه اصغر 128 جيجا و6 رام. للاسف انا قعدت اكتر من ساعتين بدور في السوق على اي موبايلات تاني غير اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات تحت ال 10000 جنيه، وللاسف مفيش اي حاجه تصلح للاستخدام اصلا. الفئه دي قربت تنتهي خلاص او بالفعل انتهت. وتعرف حاجه؟ الفئه دي مليانه موبايلات. عد معايا: فيفو واي 11 دي، واي 31 دي، واي 21 دي، واي 5، واي 19 اس، ويمكن ده اكتر واحد فيهم اللي هو ممكن تشتريه، اللي هو موبايل بيقول الو، فاهم؟ واي 4، واي 29، واي 19 اس. احنا كل ده لسه في شركه واحده. ها، خش على اونر اكس 5 سي، اكس 6 سي. خش لي على اوبو، عندك الاوبو اي 6 4G، اوبو اي 6 اكس، واوبو اي 5 اكس، واوبو اي 5 برو. خش لي على ريلمي نوت 70، ريلمي سي 71، ريلمي سي 75 اكس، ريلمي نوت 60 اكس، ريلمي سي 75. خش على شاومي: ريدمي اي 7، ريدمي اي 7 برو، ريدمي 15 سي، بوكو سي 85، ريدمي اي 5، ريدمي اي 3 اكس، ريدمي 14 سي واللي هو نفسه البوكو سي 75. وعشان ما نطولش قد كده، موبايلات انفينكس قدهم. عارف دول كام موبايل؟ هوفر عليك العد. دول يا غالي 29 موبايل. 29 موبايل يا راجل يا مؤمن في فئة واحدة. والمفاجأة ولا موبايل فيهم يصلح للاستخدام الآدمي. 29 موبايل بيهنجوا وهم لسه جوه العلبة، لسه ما تعرفوش على العالم الخارجي. عبث والله.
الشركات لازم تعيد حساباتها في موضوع التسعير ده. واحد من الموبايلات اللي سعرها زاد برضه هو النوت 15 5G، بس ما زال بعد الزياده سعره مناسب. هو كان ب 15 للنسخه ال 256 وصل 17000، وفي اماكن ممكن تلاقيه ب 16 او 16 ونص. انصحك بيه؟ انصحك بيه للاسف، لان مفيش غيره في السوق الا لو لقيت الفيفو في 60 لايت نسخه ال 5G، هيبقى احسن بس مش بفرق كبير. ونبدا سريعا. اطول مقدمه في التاريخ. اول فئه معانا في فيديو النهارده وهي الفئه من 20000 جنيه لحد 30000 جنيه. في الفئه دي ابعد عن اونر اكس 9 دي، بس لو لقيته بسعر تحت ال 20000 جنيه او اللي هو حوالي 390 دولار اشتريه بالسعر ده، هيبقى حلو جدا. يا جدعان الموبايل ده انا مش بلاقيه بسعر اقل من 22000، بس بتفاجئ في التعليقات ان في ناس بتقول لي انه تحت ال 20 اصلا، فانا ما اعرفش انتوا بتتعاملوا مع سوق غير اللي انا بتعامل معاه ولا ايه. وابعد عن الاونر 400، بقى بيتباع باسعار غريبه اليومين دول، لدرجه اني بشوفه بسعر اغلى من الاونر 600 اللي هو احدث منه بجيلين اصلا. وابعد عن الاونر 600 نسخه ال 12 رام، وابعد عن الاونر 600 لايت. من فيفو ابعد عن الفي 70 اف اي نسخه ال 12 رام. من اوبو ابعد عن الرينو 15 اف، وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات اي رينو بعده رقم بعده حرف اف ابعد عنه تماما. من شاومي ابعد عن النوت 15 برو بلس. من ريلمي ابعد عن الريلمي 16 والريلمي 16 برو. وابعد عن ايقونه القيمه مقابل ضحك، الموبايل اللي اتطبل له من طوب الارض محطم الارقام القياسيه للعيوب، الهواوي نوفا 15 ماكس. هذا الموبايل الاسطوري جدا، لازم تستنى له فيديو المراجعه اللي هينزل بعد الفيديو ده على طول، واللي هندس فيه الموبايل واللي طبل للموبايل وصاحب الموبايل واللي هيفكر يشتري الموبايل وصاحب اللي هيفكر يشتري الموبايل. اشترك بقى عشان حرفيا مش هحل. قال لك الموبايل بيطلع صور حلوه لو مش هتعمل زوم. لا اتقل، ده فيديو المراجعه فيه مصايب. وابعد عن الانفينكس جي تي 50 برو نسخه ال 512 جيجا وانفينكس نوت 60 برو. بص عامه سلسله النوت والهوت من انفينكس اخرهم 20000، يعني اخرهم كسعر 20000 جنيه. فوق ال 20 ما تجيبش غير سلسله الجي تي، لان لسه موبايلات انفينكس ناقصها حاجات كتير، من ناحيه الشاشه، من ناحيه الكاميرات، السوفت وير الى اخره. ناقصها حاجات كتير عشان تكون منافسه في الفئه المتوسطه العليا. ونخش على البدايل. من 20 ل 25000 عندك موبايلين احسن من بعض. فيفو في 70 اف اي سعره للنسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 22000 جنيه او حوالي 435 دولار. وما تجيبش نسخه ال 12 رام لانها اغلى 2000 جنيه وحاجه مش مستاهله، يعني هي نفس مساحه التخزين في النهايه. لو كانت 512 جيجا كنت اقول لك هات، بس الاربع رام الزياده دول مش هيفرقوا معاك في حاجه. والموبايل ده اصلا لو كان الفيديو نازل من فتره كنت هقول لك ما تشتريهوش، لانه نفس مواصفات الفي 60 لايت نسخه ال 5G، نفسها هي بالظبط، في بس بعض التحسينات البسيطه في الفي 70 اف اي. وكمان اول ما نزل كان سعره مبالغ فيه شويه، لكن حاليا سعره نزل شويه ويعتبر سعر كويس. نوت 15 برو 5G من شاومي سعره للنسخه ال 256 جيجا و12 رام ب 21000 جنيه او 415 دولار، والنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 23500 جنيه او حوالي 465 دولار. الموبايل ده هو السبب في ان اقول لك ما تشتريش النوت 15 برو بلس، لانهم حرفيا نفس المواصفات، المعالج بس مختلف نسخه ال 15 برو بلس، وفرق الاداء مش كبير، وفي فرق 4000 جنيه بينهم على كلام فاضي، فانت اولى بيهم. من 25 لحد 30000 جنيه لو لقيت الفيفو في 60 العادي او موتورولا ايدج 60 برو هات اي واحد منهم. الموبايلين ممتازين، بس الموتورولا مش مدعوم قوي كالعاب، والاثنين بنفس السعر حوالي 26000 جنيه او 515 دولار. بس الموتورولا مساحته اكبر 512 جيجا، وعملت عنه فيديو مراجعه هنا في القناه، هسيبهولك في علامه الاي اللي فوق او هتلاقيه في الوصف. طيب لو ما لقيتش الموبايلين دول عندك الاونر 600 النسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 27500 جنيه او حوالي 545 دولار، ويعتبر اكتر موبايل متكامل في الفئه دي. وممكن تبص على الاونر 500، هو ضمان دولي بس احسن عن الاونر 600 في المعالج بفرق كبير وحجم بطاريه اكبر. موجود على سمارت كشك النسخه ال 256 جيجا و12 رام ب 28000 جنيه او حوالي 555 دولار، والنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 30000 جنيه او حوالي 600 دولار. والموبايل بالسوفت وير الصيني وعليه ضريبه بس ما اعرفش كام بصراحه. والموبايل اللي بعده هو ريلمي 15 برو، وعايز اقول لك الموبايل ده احسن من الريلمي 16 برو اللي هو المفروض احدث منه. سعره للنسخه الوحيده ال 256 جيجا و12 رام ب 26800 جنيه او 530 دولار. اوبو رينو 14 لو لقيته سعره للنسخه ال 256 جيجا بحوالي 29000 جنيه او تقريبا 575 دولار، احسن من الريلمي 15 برو في المعالج وفي كاميرا تيليفوتو، بس المشكله انه غالبا
طبعا صعب تلاقيه علشان الرينو 15، والرينو 15 مفيش فرق بينه وبين الريلمي غير انه فيه كاميرا تيليفوتو. مش برشحه قوي يعني، لو تهمك قوي الكاميرا التيليفوتو ممكن تشوف الموتورولا ايدج 60 برو. لو مهتم اكتر بالجيمنج والاستخدام التقيل عندك انفينكس جي تي 50 برو، تقريبا هو اقوى معالج في فئته السعريه، والاهم انه ضمان محلي. سعره للنسخه 256 جيجا و12 رام ب 29000 جنيه او حوالي 575 دولار. واخر موبايل في الفئه دي واللي هو ممكن يكون مش محبب للبعض بسبب انه ضمان دولي هو ون بلس 13 اس. سعره للنسخه 256 جيجا و12 رام ب 29000 جنيه او 575 دولار، وعليه ضريبه 5000 جنيه. الموبايل ده حرفيا اسطوري في الفئه دي واكتر موبايل متكامل، وده ارخص موبايل شايل معالج سناب 8 اليت. الموبايل ده فلاج شيب كيلر اصلا، يعني اعلى من الفئه المتوسطه العليا، بس زي ما قلت لك ضمان دولي ونازل من سنه تقريبا، وحجمه صغير لو هيفرق معاك، بس اعتقد يعني الاغلبيه بيفضلوا الموبايلات الصغيره. هتلاقيه فين؟ هتلاقيه عند عناب ستور وسمارت كشك بنفس السعر تقريبا. ونصيحتي ليك لو تقدر تشتريه ما تفكرش مرتين. وبالمناسبه ده مش اعلان خالص، عناب ستور وسمارت كشك ما يعرفوش ان انا موجود على الكوكب اصلا. الفئه اللي بعدها من 30 ل 40 الف جنيه. في الفئه دي ابعد عن الناثينج فون 3A برو 34000 في سناب 7 اس جين 3، وابعد عن الفيفو في 70، ابعد عن الريلمي 16 برو بلس من اوبو، ابعد عن الرينو 15 برو. مفيش اي فرق بينه وبين الرينو 14 برو، وسعره اغلى 4000 جنيه. لو لقيت رينو 14 برو اشتريه. وبالنسبه لسلسله الرينو 16 اللي نازله قريب، انا مش شايف ان في فرق مواصفات بينها وبين سلسله الرينو 15 او حتى الرينو 14، بس اما نشوف التسعير نظامه ايه الاول. وهبقى انزل لكم بوست على القناه هنا او على صفحه الفيسبوك، هسيب لك الرابط في الوصف. ونيجي للبدايل. عندك الموبايل الاسطوري والاقوى من حيث المعالج اللي قلت لك عليه من شويه، الوان بلس 13 اس، سواء النسخه ال 256 جيجا او ال 512 جيجا. سعره للنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 33000 جنيه او حوالي 655 دولار، وعليه ضريبه 5000 جنيه. والموبايل الثاني الاونر وين ار تي لو عايز اقوى اداء وتبريد. وعايز اقول لك المروحه اللي في الموبايل ده عامله فرق حلو في الاداء بصراحه. سعره للنسخه ال 256 جيجا و12 رام ب 31000 جنيه او 615 دولار، والنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 34000 جنيه او 675 دولار. الموبايل عليه ضريبه معرفش كام بصراحه. تجيبه لو يهمك الاداء بس. الموبايل ده سفاح في الاداء والجيمنج، وتبريد محترم وبطاريه عملاقه. تقدر تستخدم الموبايل ده كباور بانك معاك، لكن ككاميرات الوان بلس 13 اس احسن، وخصوصا انه فيه كاميرا تيليفوتو. طيب مش عايز ضمان دولي ووجع دماغ الضريبه والكلام ده، عندك الشاومي 17 تي. سعره للنسخه 256 جيجا و12 رام ب 36000 جنيه او 715 دولار، وللنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 38000 جنيه او حوالي 755 دولار. وطبعا الموبايل ضمان محلي. لو لقيت الشاومي 15 تي برو هاته بدل النسخه ال 512 من الشاومي 17 تي، هتزود 2000 جنيه بس هتاخد مواصفات احسن بفرق حلو. سعره للنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 40000 جنيه او 795 دولار. وننتقل للفئه الاخيره معانا وهي من 40 ل 50000 جنيه. من اونر ابعد عن الاونر 600 برو، مع كامل احترامي لل8 اليت اللي هنا، بس الموبايل نازل كفلاج شيب كيلر، فازاي نازل بسعر فلاج شيب معدي ال 54000؟ نو منطق. لو لقيته في حدود 45 ل 48000 اشتريه، هيكون بسعر معقول بالسعر ده. وابعد عن الرينو 15 برو ماكس. في الفئه دي عندك 3 موبايلات هم الافضل. اول موبايلين هم الوان بلس 15 نسخه الصين والاونر وين. الموبايلين جايين بنفس المعالج سناب 8 اليت جين 5، بس الاونر موجه اكتر للجيمنج، والوان بلس موجه للتصوير والاستخدام المتكامل بشكل عام. سعر الوان بلس 15 للنسخه ال 256 جيجا و12 رام ب 40000 جنيه او حوالي 795 دولار، والنسخه ال 512 جيجا و16 رام ب 47000 جنيه او 930 دولار. الموبايل بسوفت وير صيني وعليه ضريبه. الاونر وين سعره للنسخه ال 512 جيجا و16 رام ب 43000 جنيه او حوالي 850 دولار، وبرضه عليه ضريبه. واخر موبايل معانا هو الفيفو اكس 300 اف اي، والموبايل ده لسه نازل طازه، تقريبا نزل وانا بكتب الفيديو. سعره للنسخه الوحيده ال 256 جيجا و12 رام ب 50000 جنيه او حوالي 990 دولار، والموبايل نازل ضمان محلي. والموبايل ده كاميراته ممتازه وحجمه صغير تقريبا في حجم الوان بلس 13 اس، بس المعالج بتاعه سناب 8 جين 5، اقل حاجه بسيطه من السناب 8 اليت، وهبقى اعمل عنه فيديو مراجعه قريب ان شاء الله. ممكن تستنى عليه شويه، جايز سعره ينزل، بس عموما ما انصحكش انك تستنى، عشان زي ما انت شايف الاسعار كل يوم بتزيد، زي اللي حصل في الفيديو اللي فات. يا دوب رفعته
لقيت الاسعار نطت وبوظت لي الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات لو حابين اعمل لكم فيديو ترشيحات للسوق الصيني او للموبايلات اللي بنسخ صينيه او بسوفت وير صيني، وقولوا لي رايكم في الفيديو وايه الموبايل اللي ناويين تشتروه. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات وهرد عليك او هرد عليك بفيديو. دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وتابعني على كل المنصات دي وكل الروابط هتلاقوها في الوصف. وبالمناسبه انا بطلع لايفات جيمنج بشكل اسبوعي تقريبا على منصه كيك، هسيب لك الرابط في التعليق مثبت او في الوصف، تنورني هناك. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.